الاي اي انت شفت بقى الهايب الفظيعه اللي حصلت؟ بقى لها ايه سنه تقريبا؟ بقى لها شات جي بي تي من يعني انا اتخبطت فيه مارس 23. ما اعرفش بقى هو كان الريليز ديت بتاعه امتى. ده كان قبل الريليز اللي هو المشهور اللي بدا عمل فرقعه 3. ده من اول 3. ده من اول 3. كان في قبلها 2 1 الناس التيكيز الجامدين قوي عارفين عنه، لكن هو 2 1 كان اقرب لاوتو كومبليت كويس، مش جنريشن. يعني عارف لما بتيجي تكتب في الموبايل فيتوقع الكلمه اللي جايه، فانت لو جيت تجرب تدوس دايما في النص هيطلع لك المنظر بتاع ان في اي اي بيكتب. خلاص هو 1 و 2 كان في الحته دي، فما كانش لسه قوي يعني مبهر يعني. ايه اللي ال امز بتعمله كويس واللي ال امز ما بتعرفش تعمله كويس؟ طيب هو انا بحب السؤال ده. ال ال امز خليني طب ارجع بس خطوه لورا عشان انا بيفرق معايا. انا عايز نناقش طريقه تفكير اكتر منه ما يبقى كورس هقول كلام ينفع تقراه من على النت فيبقى احنا ما استفدناش من بعض يعني، وانترابت ونتناقش. مش عايز الموضوع يبقى في الراديو يعني. طيب هو انا بحب اشبه الطفره اللي حصلت بتاعه الاي اي بالطفره اللي حصلت بتاعه الاي او تي، عشان في انالوجي رهيب. ليه بقى انا رابط الرابطه دي؟ لسببين. السبب الشخصي، انا بشتغل في الاي او تي بقالي 18 سنه، حضرت 3 ديسربشنز، واحده بتاعه الاي او تي، وواحده بتاعه البلوك تشين، والثالثه بتاعه الاي اي. لما بتشوف اي 3 نقط مخك ينفع يرسم خط، لان اي نقطتين مش خط، اي نقطتين في الدنيا لو 3 نقط على خط واحد ده بالنسبه لك كونفirmation ان ده اتجاه. فانا شفت باترن في الديسربشن بتاع الاي او تي اتكرر زي ما هو في البلوك تشين، وبعدين بيتكرر دلوقتي. فاحنا المفروض بقى نستغل الباترن دي في انك تعرف تتوقع هتتعامل ازاي عشان تستفيد. طيب انا الديسربشن بتاع الاي او تي انا خدته في وشي. يعني انا لما هحكي لك ان في شركات بقى عملت ولبست، وهو انا الشركات دي في الاي او تي انا الشركات اللي لبسوا اللي هحكي لك قصتهم دلوقتي. في البلوك تشين انا شايف ان انا عشان اتعورت في الاي او تي عرفت اعدي امشي جنب الحيط كده، فانا ما خسرتش حاجه خالص، ما استفدتش. فلما ابتديت اكوبير الناس اللي كسبوا في طفره الاي او تي وكسبوا في طفره البلوك تشين، كسبنا كويس من طفره الاي اي. فانا اللي عايز اشيره معاكم النهارده الانالوجي ده ونتناقش فيه. خلاص. طيب هو الاي او تي بدا في التسعينات، افكار عشوائيه وراندم وطموحات واماني. خلاص. مصطلح اي او تي نفسه ما كانش ظاهر. يعني احنا لما كنا في 2009 2010 في مصر شركه كان اسمها قدره وشغالين في الاي او تي، ما كناش بنقول عليه اي او تي عشان اصلا ما كانش حد بيقول عليه كده. كنا بنقول عليه كونكتد امبيدد سيستمز. فهي اصلا طفره الاي او تي او الاي او تي ظهر من ايه؟ من ان انت عارف تكونكت ديفايسز غير الموبايل واللابتوب وتوصلهم على الانترنت. هي دي اصلا كانت الفكره. يعني هي دي اصلا الطفره اللي حصلت. طيب 2010 2011 2012 ليه ما كانش فيه طفره؟ عشان كان الموضوع معقد جدا وما بيشتغلوش غير المهندسين اللي عارفين يديزاينوا بي سي بي ويروح يصنع في الصين وليله كبيره سعادتك. خلاص. انا وانا بحكي لكم هفرجكم ايه اللي شبهه في الاي اي عشان الناس تربط. خلاص. في الاي اي لغايه قبل الطفره اللي عايز يستخدم الاي اي لازم يبقى راجل داتا ساينتست وفاهم بايثون وعارف يعمل داتا سات وعارف يعمل ليبلينج وعارف يعمل تريننج ونفس الليله الكبيره سعادتك. خلاص. فمش اتس نوت فور بابليك. حلو كده. طيب جينا بقى في 2015 حصلت الطفره. الطفره جت معاها شويه كاتاليستس. الطفره جت فين؟ ان بدا يظهر بقوه فكره الاس او سي او السيستم اون تشيب. يعني ايه؟ يعني انت زمان كنت عشان تعمل اي امبيدد سيستم بتعوز تحط مايكرو بروسيسور وتحط له ميموري وتحط له مش عارف ايه وتركب له بريفرالز وتقعد انت ايه تجمع وتطلع بورده حلوه كده ونقعد نتست فيها لا هو دلوقتي بقى الشقلباز ده كله بيجي جوه الشيب اللي انت بتشتريها. كل اللي انا قلته ده $5 بدل 400 مثلا قبل كده، وبتاع بقى قد كده. اما ده بدا يظهر ابتدت الناس تقول اي او تي، بس ما حصلتش الهايب. الهايب بقى جت باكد باي حاجتين. خلاص. رقم واحد
الالترا لو باور. ايه الالترا لو باور؟ اكبر مشكله ظهرت لما بدانا نكونكت الديفايسز على الانترنت، وده كانت المناقشه ساعتها: how many devices do I need to charge every day؟ ما انا بشحن موبايلي، وبعدين بقيت اشحن موبايلي وساعتي، ومعايا لابتوب كمان عايز اشحنه، وانا هتك ادتني ميداليه ذكيه وكرسي ذكي وثلاجه ذكيه ونضاره ذكيه، وانا بقيت محتاج اشحن 48 جهاز كل يوم بقى عشان اعرف استخدم الحاجات دي كلها. فبدات الناس حتى اللي راحت ناحيه السمارت ووتشز تزهق، ما بتشحن كل يوم، موضوع مستفز. انا يعني جميل ان الساعه سمارت وبتعمل وبتزمر بس انا اجي ابص في الساعه ما يديني، ما يردش عليا، يا عم الساعه كام؟ ما اكلتش النهارده، مش هقول لك الساعه كام. اما ظهر الالترا لو باور بقت في ديفايسز ينفع تشحنها مره كل سنه، عشان كده اسمه الترا لو باور، تشحنه كل 5 سنين. فانت بتدي الواحد الديفايس تقول له خلاص ده شغال بقى. خليني الفت نظرك ده فين في الكونسيومر. شفت اول ما ظهرت الفيت بيتس، ساعات الفيت بيت كانت بتشحن كل يوم؟ هو اهو دي حته كونسيومر كده الترا لو باور. مين بقى اللي كان بارير مع الالترا لو باور؟ الالترا لو باور لما ظهر جرى الامبيدد سيستمز بس ما جراش الكونسيومر الكترونكس. ليه؟ عشان الاي او تي فكرته ان احنا بنعمل ايه؟ ندخل الديفايسز على الانترنت، لا زال الكوميونيكيشن مش الترا لو باور. فالديفايس جميل وحلو وبيقعد اسبوعين، بس اول ما تحطه وتوصله بالانترنت يفصل كمان ساعتين. اول ما تحطه على الواي فاي مات، يبقى ما استفدناش حاجه. في 2013 بقى ظهر مين؟ عمنا وعم الناس حبيبي، بلوتوث لو انرجي. ظهر لنا وايرلس كوميونيكيشن تكنيك متماشي مع نظريه الالترا لو باور دي. باشا حضرتك انا ينفع اقعد اتكلم اسبوعين معاك على البطاريه من غير ما انت تموت عادي، انا تمام، اشتغل معاك سنه عادي. دي كده كانت التيرنينج بوينت اللي ظهر عندها بقى، ان انت عارف تعمل ديفايس شغال بالسنسور بتاعه واونلاين ويقعد سنتين. في اللحظه دي ظهرت الموجه بتاعت سمارت كرسي، سمارت مروحه، سمارت اللي انا مسميها كايوس اوف سمارتنس. ده اسمي انا الشخصي. كل حاجه سمارت بغض النظر اليوزر عايزها ولا لا، مش مهم، بس المهم تبقى سمارت. طيب تعالى نرجع هنا حصل ايه؟ كل حاجه بقت سمارت. تعالى ناخد بوز وناخد بقى فاست فورورد 10 سنين. احنا فضلنا شغالين نيورال نتوركس وسبورت فيكتور ماشينز، واديني تريننج يا ابني، وحطه يطبخ ويترين طول الليل ويطلع الموديل تاني يوم، وقعدنا نشقلب. وفجاه يا اختي عليها هو يا اختي عليها، خلاص هو بيقول اصلا لوحده. انت بتفتح شات جي بي تي هو بي اي على نفسه، ولا حضرتك محتاج تترين، ولا حضرتك محتاج تجيب داتا سيت، ولا محتاج تعمل حاجه. ففجاه بدون مقدمات اصبح الاي اي رخيص وهوستد على الكلاود ومتاح لجميع البشر. هي نفس الانالوجي بالظبط. بعدها حصل ايه؟ ملوخيه بالاي اي، بسبوسه بالاي اي، سواقه بالاي، كله بقى بالاي اي. لغايه هنا احنا شايفين الكوبي بيست. طيب تعالى برضو نرجع بقى لورا. ايه الغلطه اللي الستارت ابس غلطتها في الاي او تي وانا منهم؟ ايه بقى الغلطه؟ طيب 3 حاجات. رقم 1، احنا بتاخدنا الجلاله وبنكمبيت مع التكنولوجي عشان احنا مهندسين. المهندسين وبتوع الار ان دي دول اعرف اعملها على فكره. ايوه اول ما تقول كده ما تعملش. فاحنا اول ما ظهرت الاس او سيز والحاجات دي، احنا كنا في قدره شغالين رينيوبل انرجي، وكان في فراجمنتيشن رهيب في الماركت. انواع السولار مختلفه، ولو انت شغال سولار او شغال ويند كهرباء مختلفه، وانواع البطاريات مختلفه، وانواع الشواحن مختلفه، والاجواء كل الاختلافات كتير. قمنا احنا عاملين سيستم حلو كده، صندوق كده جميل، صندوق الدنيا، بياخد كهرباء من هنا والبطاريه من هنا، وهو بيتصرف يشوف بقى اللي جاي ده عامل ازاي والبطاريه نوعها ايه. واحنا كنا فرحانين بنفسنا قوي يعني خلاص. طيب ده كان بيبيع ما كانش طموحات في البيت. فجأة بدون مقدمات كل السيستم ده كان تكلفته علينا احنا، مصنعنا كان في الزقازيق على فكره، كنا كاتبين بقى صنع في مصر كنا فرحانين بنفسنا قوي يعني كان الجلاله واخدانا قوي يعني خلاص. طيب احنا في هذه الخناقه الديفايس ده كان تكلفته علينا احنا في المصنع من 100 ل 150 دولار حسب انت بتنتج قد ايه. طلعت السيستم اون شيبس اللي بتشحن، بتعمل بقى كل اللي انا قلته اللي فات ده،
وعليه بقى كويك تشارج وفاست تشارج وكل شويه الشقلباظات وايرلس تشارجنج وكل الشقلباظات دي. الشبايه دي ب$6. فين؟ على الرف عند عم بيومي في السوبر ماركت. يعني اللي هو اي واحد ماشي في الشارع هيعمل برودكت اصغر وارخص واحسن من بتاعك بدون مقدمات. ده بكره الصبح كده فجاه احنا صحينا لقينا ده. احنا بقى عملنا ايه غلط؟ طبعا قلنا هنحسن المنتج بتاعنا. ده احنا حسنا تحسين، مش هحكي لكم بقى. طبعا احنا هنعمل زي طيب ايه الغلطه اللي احنا غلطناها الكبيره هنا؟ ان ايه البيست كيس سيناريو؟ لو انا نجحت كنت هعمل ايه؟ كنت هعمل نفسه صح؟ طب ما هو قدامك، ما تتنيل تاخده. يعني استفدت ايه ان انا عملت ما هو يعني كنت هبقى صرفت R&D قد كده ومحتاج اقعد ابيع بقى كتير عشان اباي اوف الR&D بتاعي. والكاستمر شايف ايه؟ المفروض ان انت تاخده تحسنه او مبدئيا بص هقول لك الجمله البينفول بقى. بص تاخده وتحسنه وكل الكلام ده عشان انا وانت قاعدين في التكييف دلوقتي. كمان انا هقول لك الجمله المؤلمه اللي انت محتاج تقولها جوه الشركه. هي ايه اول خطوه؟ اول خطوه خالص فين هنا؟ حضرتك محتاج ترمي القديم. ما دي اللي محدش بيعرف يعملها، عشان انت بقى دمك واعصابك وحياتك جوه البيت. هي دي اللي الناس ما تعرفش تعملها. حضرتك محتاج ترمي السولوشن ده، تاخده كده تفتح صندوق الزباله كده وترميه في الزباله. ليه؟ you have been disrupted. ما تقعدش تفرفر بقى خلاص. يعني شوف هتعمل ايه. الفرفره دي بفلوس كتير قوي بقى. لا واحنا ده لا ما تعملش كده. احنا ضيعنا لنا سنه مثلا. السنه دي بقى عملنا فيها اولموست 70% من اللي كان موجود في الماركت. بس عارف وهو بيقول هي جه اتوبيس سياحي ده سوق عارف واحنا بنقول هي كده طلع الريليز اللي بعديها، فما بقتش 70%، بين 20 30% من اللي موجود في الماركت. استفدنا ايه بقى؟ وعمال تبوش بقى. طب خليني بقى ايه اشيل نظاره التكنولوجي والبس نظاره البرودكت. انا اليوزر شايفني ازاي؟ مش شايفك اصلا. شايف ان انا قديم وبعدين طلعت له ريليز قديمه برضه، جديده قديمه برضه. ده اللي اليوزر شايفه. اذا هذه فرفره غير مطلوبه. طب هل الشركات بترضى ترمي القديم؟ كلا البتة. ناخد بقى فاست فورورد 10 سنين. دي اكس 1 I'm currently acting as their CTO. دي شركه تاسست هنا في مصر وبعدين طلعت دبي وموجوده النهارده في امريكا، وبدات معاهم ككونسلتنت وحاليا انا acting as CTO معاهم جنب شغلي في شركتي و they are accepting. انا لما رحت كانوا عاملين ايه؟ طيب دي اكس 1 كانوا طحنين الماركت. بص افتكر انا كنت ببيع كويس وعلى فكره احنا كان البرودكت بتاعنا عمل طفره مع قطع الكهرباء. كل الناس كانت بتشتري لان حضرتك كنت بتحطه في البيت والكهرباء تقطع يديك بقى فيشه 220 و4 USB ونور في الشقه كله 6 ساعات فكان بيبيع كويس. احنا كنا كويسين. طب تعالى بقى نيجي ايه على دلوقتي. الناس دي كانت مدغدغه الدنيا وبايعين لوزارات وبنوك كل ده قبل ما ناجي. ليه؟ عشان هم كان عندهم NLP Natural Language Processing Unit. هم الوحيدين اللي عندهم هذا NLP اللي بيفهم مصري وخليجي. كل الانجنز بتشتغل انجليزي، لا ده تكلمه بالمصري كده يقدر يقول لك ايه الانتنت بتاع اليوزر ده عايز ايه، ولو في معلومات جوه يقول لك يعني مثلا فين اقرب فرع ليا. لو انا واقف في التحرير يقول لك بيدور على فرع وهو في التحرير، طلع لك المعلومتين دول. انت روح كويري بقى في الداتابيز ورد عليه. فطبعا كونفرزيشنال بوت بيتكلم بالمصري وبالخليجي، فكانوا مبهدلين الدنيا. لغايه هنا قصه جميله حزينه سعيده حلوه ما فيهاش حاجه صح. صحينا من النوم الصبح لقينا شات جي بي تي 3 بيتكلم مصري وخليجي وبيلطم وبيصفر وبيزغرط وبيعمل كل حاجه. ففجاه بقت في شركات تحت السلم ولا فاهمه AI ولا فاهم NLP ولا فاهم اي حاجه وعارف يعمل كونفرزيشنال شات بوت تكلمه جملتين مصري وجملتين ملاوي يرد هو شغال وتكلفته ولا حاجه. ايه بقى ايه بقى اهي هي نفسها. طيب فانا قلت لهم ايه لو انتوا مكاني هتقول لهم المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا اول ما قلت نرمي القديم دي
كل الناس اتخانقت معايا كاني مجنون. انت جاي بقالك شهرين عايز ترمي شغل 5 سنين؟ مجنون. وبايع مجنون. ايوه وبيبيع. مجنون طبعا. يا مجنون على طول. فانا ساعتها اللي عملناه ايه؟ قلت لهم طيب بصوا احنا هنعمل حاجه لطيفه قوي، احنا هنقسم الشركه، هنسيب ناس شغاله على السيستم القديم، وانا عايز 3-4 انجينيرز هشغلهم على الوضع الجديد. and we transformed peacefully. القديم مات لوحده. يعني احنا ما احتاجناش نتخانق في الموضوع ده تاني، هو اختفى، فيدد اوت لوحده. فاول نقطه انا عايز اقولها هنا، do not compete مع التكنولوجي. يعني ما تروحش تقول ان هعمل LLM، هعمل بقى LLM بيتكلم مصري كويس، هعمل LLM بيعمل، لا ما تعملش كده. انا هرجع تاني للاي او تي. احنا جينا اما طلع بلوتوث 4، بلوتوث 4 كان الرينج بتاعه حوالي 20 او 30 متر. فاحنا كان عندنا تكنولوجي في قدره عارفه تطول الرينج ده اب تو 150 متر، وكنا بنبيع لو باور تراكنج عشان احنا الوحيدين اللي عندنا ايه ال 100 متر ده. اما طلع بلوتوث 5 هو مش صندوق كده بيشتغل 400 متر. انا اروح فين دلوقتي؟ خلاص انت كنت ترند. هي دي مشكله ان انت تديفاين البين بتاع التكنولوجي جوه الديسربشن. هم ما خلصوش يا حبيبي، دي البدايه، هو هيكمل لسه. تعال ناخد 10 سنين لقدام. ايه اللي حصل للناس دي؟ فين شات جي بي تي 3 النهارده؟ مات، هو مش موجود اصلا، هو اصلا مش موجود. وظهر جي بي تي 4 ميني سريع ورخيص، خلاص شكرا البس طرحه خلص. ليه؟ ما ينفعش الديفاين. طب انا المفروض اعمل ايه؟ طيب انا المفروض اعمل ايه في الديسربشن؟ يعني انت عمال تقول لي بقى دي هتموت، هتيجي كده هتتحرق، هتطلع فوق هتموت. ايوه انا المفروض اعمل ايه؟ استنى ما يعدي ولا لا لا خالص خالص. حاجه المفروض ان دي بتوع البرودكت بيعملوها باستمتاع. حضرتك مالكش دعوه بالتكنولوجي خالص، وركز على البروبلم بتاعت اليوزر. خليك مركز مع اليوزر، مالكش دعوه اصلا بقى التكنولوجي بتعمل ايه. ركز على البروبلم بتاعت اليوزر. شوف اللي موجود من التكنولوجي دلوقتي زي ما هو، من غير ما حضرتك تكون هتخترع، ومن غير ما تكون هتطور، ومن غير ما تكون هتعمل اي حاجه خالص. ازاي بالموجود دلوقتي تحل مشكله اليوزر بس. ايه ده؟ طب انا دي كمان الكومباتيتور بيبص لها برضه في نفس الوقت يعني. طب انا هرد عليك رد مفاجئ، بس هقول جمله وهرجع للحته دي. خلاص لما هتعمل كده بعد 6 شهور التول اللي انت بتستخدمها هتبقى اقوى واسرع وافظع، وفجاه اليوزر بتاعك هياخد فيتشرز كتير من غير ما انت تعمل حاجه، وهو هيطلع يكتب فيك شعر. ليه بقى؟ لان اليوزر مش فاهم التكنولوجي بتعمل ايه، انت اللي عملت. اليوزر مش عارف انت عملت ايه وجبت ايه جاهز. يعني انت لما بتروح توردر بيتزا، خلاص انت ما تعرفش ايه اللي اتعجن جوه وايه اللي جه جاهز، صح؟ انت على بعضها كده حلوه ولا لا؟ انت فارق معاك الزيتونه هو زارعها ولا شاريها؟ ولا فارق معاك اصلا ولا انترست. احنا واحنا جوه التكنولوجي بنبقى مركزين على القصه دي. هرجع بقى لحته الكومبيتيتورز. هفاجئك بقى، هو اغلب التكنولوجي كومبانيز ما بتبصش على اليوزر، خصوصا جوه الديسربشن. ليه؟ عشان انا راجل بتاع تكنولوجي، انا مش بتاع برودكت، انا بتاع تكنولوجي. احنا بيجي لنا يوفوريا من ايه اللي بقى ينفع يتعمل. طب واليوزر يتحرق، اليوزر انا هعمل له حاجه ما شافهاش في حياته قبل كده. ايوه هو ما شافهاش ومش عايزها، بس انا مش مركز في دي، انا مركز في ما شافهاش. اغلب الناس اللي بتركز على البروبلم بتستاند اوت. كان في شركه في مصر هنا، تاني شركه تنجح على كيك ستارتر، اللي هم عملوا موضوع تحويل المكالمات والاس ام اس على مش فاكر اسمهم ايه، مكسيره باين. ايوه الناس دول احنا يعني اور لاينز كروسد وجولنا في قدره عشان يشتروا مننا حاجه، بس احنا كنا ساعتها بقى ايه، اتلسعنا وتعلمنا الادب، فحاولنا ننصحهم انه بلاش كده، بس هم حسوا ان احنا مش عايزين نشتغل معاهم ساعتها. يعني هم عملوا ايه؟ عملوا بروتوتايب وحطوه على كيك ستارتر ونجح
يعني الناس اشترت. ايه بقى الخلاف اللي حصل جوه الشركه؟ ان هم كانوا مستخدمين، عارفين الراسبري باي؟ حد اوير بالراسبري باي؟ الراسبري باي ده ديفايس موجود في الحياه، انت بتشتريه كانه كمبيوتر صغير كده. كام واحد يعرفه؟ انا هوريكم حجم المأساة. جميل. يعني اقل من نص القاعه يعرفوه، صح؟ جميل. طيب انا عايز اقول لكم الشركه دي لبست في الحيط عشان كان محرج يحط الراسبري باي جوه البرودكت بتاعه عشان الناس هتقول عليه ان هو مش عامل شغل كويس. كام واحد بقى في اللي قاعدين اصلا عارفين ايه ده؟ هي اهي انا بوريك بلوه التكنولوجي كومبانيز. يعني اصلا اليوزر اصلا ما يعرفش ايه ده، بس انا حسيت ان انا لا، اي نيد تو ديزاين ماي اون هاردوير، عشان انا لو الراجل فتح العلبه ولقى راسبري باي جوه هيقول اللي مش عاملين ديزاين اهو. فهو بدل خد الفلوس بتاعه الريفينيوز وبدا يريديزاين ودخل في برودكشن ايشوز ولبس، مع ان الناس كانت موافقه تاخده زي ما هو. يعني هو اصلا ما كانش حد اشتكى. فانت لما هتفوكس على البروبلم، لا الكومبيتيتورز مش هيبقوا كتير زي ما انت متخيل. بلس في الديسربشن اي فكره صح جديده. ليه؟ ما هو لغايه من 3 دقائق كل دول كانوا ما ينفعوش، فكلهم مش موجودين، صح؟ ما هو ما كانش كل ده ما كانش ينفع. فاي فكره صح هي فكره جديده، فمش هيبقى فيه كومبيتيشن عاليه على كاستمرز زي ما انت فاهم. يعني هو يقصد يقول زي ما انت بتفكر في يوز كيس معينه، بروبلم موجوده دلوقتي بقى سهل ان احنا نعالجها بما ان الشات جي بي تي او الاي اي موجود، ففي 5 6 غيري واقوى مني واسرع مني هيفكروا في اليوز كيس دي وهيجروا في ان هم يعملوا السوليوشن ده. صح. لو انا هحطها ان نمبرز هيبقى في 5 6 اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول بيحاولوا يحلوا 890 مشكله. بعد الديسربشن اي فكره صح جديده، ما هو اصلا ما كانش ينفع تعمل ده قبل كده. يعني قبل ظهور الالترا لو باور والبلوتوث لو انرجي كان ما هي امكانيه ان انا اركب سنسور على بني ادم؟ زيرو. عايز لك بطاريه قد البتاعه دي تركبها فيه، حطها بقى في جيبه اللي ورا وهو ماشي عشان يشتغل ساعتين ويفصل. اديك مثال، فاكرين جوجل لينس؟ كانت بتشتغل قد ايه؟ بتشحنها على الاخر ساعتين بس. ساعتين. ده جوجل اهو احفظ واحد في الدنيا، ساعتين. ليه؟ هو التكنولوجي كان اخرها هنا. فلما فجأة بقى ينفع اديك سنسور تلبسه في ايدك ولا تعلقه في رقبتك ولا تحطه في شنطتك بيقعد شهر، ده فجأة دلوقتي اي فكرة في الحتة دي ملهاش كومبيتيشن اصلا. فالشاطر هنا اللي يمسك يوز كيز حد عايزها، مش يروح يشتغل في الار ان دي بتاع التكنولوجي. طفره حصلت. فين اليوز كيس؟ نهانس في التكنولوجي برضه. فده كده الاي او تي. اطلع بقى هنا، دايما اول ما بتطلع التكنولوجي بتطلع يوز كيس بتبقى هي الديفولت كده. يعني اول ما الاي او تي الطفره بتاعت الاي او تي حصلت خلاص، كان هو في حاجتين: تراكنج. انا بقيت اعرف اتراك جوه البيوت، الجي بي اس ما بيشتغلش جوه، البلوتوث بيشتغل جوه، كل الناس فجاه بقت بتبيع تراكنج خلاص. والتمبريتشر سنسور ابو بلوتوث، هو دول بس كانوا دول التو يوز كيسز. طب والباقي؟ لا، هم الناس كلها بتبيع دول. تعالى بقى ناخد فاست فورورد 10 سنين. هو اول ما شات جي بي تي طلع، كل الناس اللي راحت تستخدم الاي اي حاولت تحل اي مشكله. رايتنج؟ لا، يعني مثلا 70% من اليوز كيسز شات بوت وكاستمر سيرفيس، شات بوت وكاستمر سيرفيس وكاستمر سيرفيس وشات بوت وكاستمر سيرفيس، كلهم بقى بيحلوا نفس الحاجه. طيب ايه اللي احنا اتعلمناه من المره اللي فاتت؟ ان لما التراكرز طلعت this was the internet moment سنه 90 حرفيا. تعال نرجع 30 سنه لورا. سنه 90 لما الانترنت طلع وظهرت فكره الويب سايتس، ايه الفكره اللي كل الناس عملتها؟ ويب سايت بيقول انا ببيع ايه،
كاني عامل يافطه على الانترنت. في اي يوز كيس تانية؟ كان كله عامل كده بس. حد عمل اي حاجه تانية؟ about us وكونتاكت us واور سيرفيسز، صح؟ كان ده المنظر لمده 10 سنين، ان الويب سايت عباره عن يافطه بس على الانترنت. وبدات الشركات تكومبيت ازاي تعمل الويب سايت احسن، ازاي تعمله اسرع، ازاي تعمله اجمل، والخناقه اشتغلت في الحته دي. طب فين الاي كوميرس والشاتنج والميديا ستريمينج، فين الحاجات دي؟ لا احنا كلنا بنعمل ويب سايت، كلنا بنعمل ويب سايت. مين طلع اول؟ مين من اوائل الناس اللي قالوا ايه ده احنا ممكن نبيع على الانترنت؟ امازون واي باي، اكبر اتنين دلوقتي. عشان بس هو قال لك لا احنا بدل ما هنحط احنا فين هبيع له، راح بس عمل كده. يعني ما اول ما اليوتيوب طلع جوجل اشتراه. هو عمل ايه اليوتيوب اول ما طلع؟ يعني عمل ايه؟ هو كان بيعمل كونتنت؟ هو بس قال للناس احنا ينفع نعمل فيديوهات على النت. يا ابن الايه، فكره حلوه قوي. هوبا الفيسبوك قال لك انت ينفع انت بقى اللي تكتب على الانترنت، مش لازم تعمل موقع. الله، افكار كلها فيري تريفيال، يعني ما فيش فيها حاجه اختراع. فاطلع بقى 10 15 سنه لقدام في الاي او تي، كل الناس اتحشرت في التراكنج بلا منازع. والسمارت ديفايسز، سمارت ثلاجه، سمارت غساله، سمارت باب، سمارت جرس كده. مين اللي نجح؟ واحد عمل ايه؟ شركه اسمها رينج. رينج دول عملوا ايه؟ عملوا تكنولوجيا فظيعه ما حصلتش. عارفين جرس الباب؟ ركب فيه كاميرا وحط في الكاميرا دي واي فاي عشان تعرف تشوف من الموبايل. بس ما عملش حاجه تاني، ما عملش اي حاجه تاني. اما ترن الجرس يرن وموبايلك يرن، وينفع تقوم فاتح كده دايس على النوتيفيكيشن تشوف مين اللي واقف بره وتقول له مثلا ما عنديش ماكو. بس مفيش اي تكنولوجيا اكتر من كده. طب هو ليه كان ميزه؟ والله عشان الكومبيتيتورز بتوعه كان بيعوز انستوليشن كايوس. تعوز تركب الكاميرا دي بره، تركب شاشه جوه بكوست، وتوصلهم بسلك، صح؟ هو شال كل ده. هو ده اخد كذا منتج حطه في منتج واحد، هو اخد الكاميرا واخد لا البرودكت ده كان موجود في السوق زي ما هو، بس زي ما انا بحكيه لك كده، انت بتركب شاشه جوه في البيت وتركب الكاميرا بره وتوصلهم بسلك. المنتج ده حضرتك بتاخده تركبه بره، تديله السلكتين بتوع الجرس كهرباء وخلاص، هو بيخش على الواي فاي بتاع البيت والشاشه بتاعت موبايلك. الشركه دي في 6 سنين امازون اشتروهم بمليار وشويه. ايه التكنولوجيا بقى اللي هنا؟ اي او تي سنس. المثال اللي حضرتك قلته في فيديوهات مع التاج بتاع ابل. ما هو التاج بتاعت ابل دي احنا من الناس اللي لبست فيها، لازم نحكي هذه القصه. احنا كنا شغالين في البلوتوث مع الطفره. التاجز بتاعت ابل، مش التاجز بتاعت ابل، البلوتوث لما طلع عملنا بقى بيه، الناس عملوا بيه ما يسمى بالبيكونز. انا معايا واحده ممكن افرجكم عليها. البيكون دي عباره عن سنسور وبلوتوث ترانسميتر وبطاريه صغير كده يشتغل 3-4 سنين بقى، ورخيص $10-12 وديله بقى. المشكله فين؟ ان التاج ده مش اونلاين. طلعه اونلاين ازاي؟ بنعوز جيت واي. جيت واي ده شبه الراوتر كده، جهاز بقى حلو غالي تعوز توصله، وهو اللي يربط بقى على 4G او على بتاع، ويسكان بقى البلوتوث ريدنجز دي ويحدفها على الانترنت. فبدات الشركات تكمبيت ونحن منهم، ازاي نصغر حجم الجيت واي، ازاي نقلل ثمنه، ونعمل ونخترع ونصنع ونتشال ونتحط، وهنحط جيت واي في حته معينه بطريقه معينه، ونزود الرينج بتاع البيكون عشان نقلل الجيت وايز اللي في المبنى، وزودنا الرينج عملناه 100 متر. وقعدنا نخترع كل هذه الاختراعات، وصحينا الصبح ابل قالت اللي يشتري البلوتوث بتاعي، طبعا ابل ما مسميش اي حاجه باسمها، هم مسمينه اير تاج بس هو نفس الحاجه. خلاص اي واحد معاه ايفون ماشي في الشارع هيشتغل جيت واي. خلاص كله لبس طرح. كل الاختراعات اللي فاتت دي كلنا قعدنا في البيت، كله قاعد في البيت بقى خلاص. هتعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه ارخص من ببلاش. فانت مثلا النهارده لو معاك اير تاج حطه في شنطتك ونسيت الشنطه هنا، مفيش اصلا جيت واي راكب في الكامبس، بس اي واحد معدي بره معاه ايفون هيريبورت الاير تاج اللي مش بتاعه ده، فانت يجي لك نوتيفيكيشن هو فين. هتكمبيت معاه ازاي ده؟
هتكمبيت معاه ازاي؟ ده شغال في اي حته، يعني انت لو سافرت فيتنام بكره ونسيت شنطتك في حته هيجي لك هي فين. فهي قدرت تحول التراكر ابو $10 ده انه يشتغل في كل حته. فده ده تاني اكزامبل على فكره ان انت ما تروحش تحسن التكنولوجي، ما تلعبش في الحته دي، خصوصا جوه الديسربشن. لما الدنيا تساتيوريت خلاص احنا خلصنا والدنيا شكلها هدي، ينفع بقى تمسك جاب في التكنولوجي وتشتغل عليها، عشان هي الدنيا هنا دلوقتي عطلانه خلاص، هي اخرها هنا. انما جوه الديسربشن لا، لان هو اصلا الراجل اللي جاي ده زي ما بنقول في السواقه، يعني ده جاي مجمع من ورا، هو انت شايفه مش يعني هو مش ما نطش دلوقتي. حد عارف اوبن اي اي بدات شغل امتى؟ يعني جيف جيس كده، تطلع امتى بالشبه؟ اضرب بالشبه. 6 سنين مثلا 2015. 9 سنين يعني. فهو بقاله من 2015 للنهارده شغال ار ان دي، عمل جي بي تي 1 خيش وجي بي تي 2 خيش واكيد في حاجات في النص 1.5 و2. روح دور بقى عمل ايه، وبعدين عمل 3 نطق. هتصحى انت بقى واثنين اصحابك تكمبيت؟ ما هو ده ما هو يعني يا ربنا يعرفه بالعقل، لا مش هينفع. فدو نوت كومبيت مع التكنولوجي. فالغلطه دي انا شايفها في ستارت ابس كتير النهارده في الاي اي. يا اما هو اصلا ما كانش ليه علاقه بالاي اي وحشر نفسه، يعني هو اصلا بيبيع فرايد تشيكن فبقى بيبيع اي اي بيزد سمارت تشيكن، ما تفهمش جت منين، بس هو عشان ياخد بقى معاهم. احنا شفناهم زمان دول، احنا كنا ساعتها شغالين في الاي او تي، بس احنا شفنا ناس هو ملوش علاقه، بتاع نتوركس، بتاع اي حاجه، بتاع داتابيز، بتاع ويب ابلكيشن، وفجاه بقى سمارت ديفايس اي حاجه. يعني شفتها في البلوك تشين، لما ظهر البلوك تشين كله بقى يقول لك انا هعمل ما اعرفش ايه بالبلوك تشين. ما هي نفسها ما هو لما طلع البلوك تشين حصل نفس القصه، ولما طلع الاي اي بيحصل نفس القصه. النهارده كل الناس، اي شركه النهارده الويب سايت بتاعها بقى فيه اي اي في حته، مش مهم هو عنده ولا ما عندوش. واحد في سمبالي قال لي عايز اعمل سوشيال نتورك بلوك تشين. طب هتعمل يعني ليه؟ يعني ايه اليوز كيس بتاعها؟ ما هي دي، ما هي تبقى سكيور. طب ما هي سكيور يا عم، يعني هو مين اشتكى من السكيورتي؟ ما هي في بس الانفسترز بيحبوا الكلام ده. فهو انا ساعات برضو بعذرهم، يعني النهارده لما واحد يقول لك انا بعمل كذا، هو نفسه بيعترف، بيقول لك انا عارف ان هي ملهاش لازمه، بس هو الانفسترز هيدفعوا في لما اقول اي اي. ما هو دي مشكله تانية الحقيقه، ممكن يعني مشكله طويله. هو انت هنا بتحرق نفسك انت كانتربرنور. ما هو انا لما هروح انا اخد لي $100,000 من انفستور، فانا هبقى عملت ستارت اب وريسته وبتاع وبعدين لبست. انت هتعرف تقنع انفستور في التاني، وبعدين هيبقى معروف ان حضرتك بتاخد الفلوس تضيعها، فانت خلاص مع السلامه. وهو يعني انا مغلط طبعا الانفستورز، بس هي ما بتشتغلش كده، لان لازلنا في الاول وفي الاخر لو بصيت على السكسس ستوري بتاعت اي شركه، هو نجاحها بيجي من عمق فهمه للبروبلم بتاعت اليوزر، مش من حلاوه التكنولوجي بتاعته. هاتها بقى من اي، بص هات اي شركه تعجبك عملت اي حاجه في الدنيا، سيبك من الاكسبشنز. يعني انا اول ما اقول كده يوم طالع لي واحد يقول لي طب ما اوبن اي اي. يا عم ماشي خلاص، ده واحد من كام واحد، انت مش اوبن اي اي. لا، وبعدين اوبن اي اي مش تراديشنال ستارت اب، دول بنسميهم ديب بوكيت ستارت اب. ديب بوكيت ده مصطلح في الانتربرنور شيب، معناه ايه؟ معناه ان حضرتك موافق تقعد تخسر 10 سنين. هو ده عشان كده اسمه ديب بوكيت، يعني واحد جيبه غويط. اوبر كده؟ ما اوبر ديب بوكيت طبعا، بس اوبر مش ديب بوكيت عشان البيزنس موديل كده. اوبر ديب بوكيت عشان هم قرروا يعملوا كده. ما هو اوبر دي، اوبر ات سيتس ذا ترند. يعني اوبر كانت اخر شركه في الكوكب يتقاس نجاحها بالجروث مش بالريفينيو. هم اللي قضوا على الفكره دي. كان لغايه اوبر، لغايه ما قبل اوبر، اي ستارت اب بتجرو بسرعه هي حلوه بغض النظر تكسب ولا لا، لغايه ما جت اوبر ووضحت للكوكب الارض ان انت ينفع تجرو وتبقى وحش برضه عادي. فبدات الانفسترز تبص على ماشي حضرتك بتجرو، بتكسب بقى ايه وانت بتجرو؟ لان هو اوبر كان بيعمل ايه؟ عمال ياخد فلوس الانفسترز ويحرقها ويديها بفلوس، يوزع فلوس ببلاش على اليوزرز. انا قعدت اول 2 سنين اركب اوبر من غير ما ادفع، 2 سنين كاملين.
بسبب بوست كتبته على الفيسبوك. والله ما بهزر، اول ما طلع اوبر كتبت بوست ان في حاجه اسمها اوبر وينفع مش عارف تعمل ايه، وشرحت للناس الفكره وحطيت البرومو كود وهتاخد 70 جنيه يا عم. وانا لميت بتاع 7000 جنيه بقى 8000 جنيه ناس عملت كده. وقعدت بقى اركب بيهم لما اتعميت، ما كنتش بدفع. على حساب مين بقى ده؟ انفستور غلبان دافع في حته وانا خدت الفلوس دي. فهو بعد ما فضلت اوبر تخسر 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 بالمنظر ده، ابتدت الانفستورز تاخد بالها على فكره هو ممكن يبقى بيجرو عشان بيحرق فلوسي مش عشان هو، ما هو اي يوزر. وبعدين ظهرت مشكله تانية جامده جدا، نسبه اليوزرز اللي لما الكريدت بتاعهم خلص دفع كانت سيئه جدا. ودي نقطه بقى بما اننا مجتمع البرودكت نناقشها. في فرق بين ان اليوزر جه عشان هو عايز السيرفيس وبين ان هو جه عشان هي ببلاش. الحته دي بقى بينفول جدا، يعني اعتقد انت ممكن تفيدنا فيها اكتر مني بكتير، بس انا اتفرجت عليها في شركات كتير انه انت لازم في الاخر بشكل ما تدفع اليوزر حتى لو اقل بكتير من القيمه اللي المفروض يدفعها. ودي برضو فيها مناقشات. بس اليوزر اللي جيب بلاش ده مش بروفايد تراكشن. ما هو انا لو وقفت في الشارع بره للناس اللي معديه وزعت عليهم ازايز فيها اي حاجه هياخدوها. ما ينفعش اقول النهارده في 100 واحد خدوا مني ايوه، ما حضرتك بتفرقها ببلاش. This doesn't prove any traction. هي لو ب 10 جنيه وانت بتقول له هات جنيه مش كل الناس هترضى تاخدها. بس لو في شويه خدوها معناها ان البرودكت ده في ناس موافقه تستخدمه. let's discuss the pricing. عشان هو وافق يمد ايده في جيبه ويطلع لك جنيه، يقف وتقول له ده بفلوس فيطلع الجنيه من جيبه، يبقى هو موافق يشتريه بكام بقى؟ تعالى نتناقش. انما طول ما انت بتوزع ببلاش. اوبر كان بيوزع ببلاش. اوبر في الاول كان بيوزع ال 70 جنيه دي رصيد في الاول، ما اعرفش مين لحق الموجه دي، وبعدين غيروها ما بقتش رصيد، بقت كل مره حد يعمل لك ريفيرال تاخد مشوار الكاب بتاعه 70 جنيه. فانت ممكن يبقى معاك 140 جنيه بس دول مشوارين عشان يخلص بقى. فانت لو ركبت ب 20 جنيه خلاص ضاعت، بقيه ال 70 ضاعت. عايز يحرق بقى الكريدت الرهيب اللي عنده ده. انا الكريدت اللي جالي في الاول كان رصيد تركب ب 12 جنيه هم 12 جنيه، 10 جنيه هم 10 جنيه، وساعتها كان المشوار ب 10 و15. فال 7000 جنيه دول انا حرفيا قعدت سنتين ما بركب اوبر. فالجروث اللي هو عشان بنجرو كده وخلاص لا. فارجع تاني اقول بقى النهارده اللي هينجح ببرودكت في اي اي هو اللي هيستاد يوز كيس. وانا بقول لك ان النهارده اتس ان انترنت مومنت، سنه زي سنه 90 بالظبط. عشان تعالى اخدك في حتت بره بقى الكاستمر سيرفيس خالص. كام ستارت اب انت شفتها عارفه تجنريت دوكيومنتس؟ دي شغلته. يعني مثلا ان انا محتاج اول كل شهر اكتب تقرير، فانا علمته للاي اي وبقى يكتبه هو من الداتابيس. كام واحد اشتغل في الحته دي؟ كام واحد اتكلم فيها؟ ما حدش بيتكلم في الحته دي. طب كام واحد اتكلم على انا هكتب التقرير وعايز الاي اي يراجعه؟ انا اشرح له بيتراجع ازاي وهو يراجعه ويطلع الاخطاء. كام واحد؟ ده ما حدش بيتكلم في القصه دي. طب كام واحد راح خد مثلا المناهج اللي انت المفروض لما بتيجي تمتحن في اي حاجه في الدنيا بتعوز تحط اسئله متدرجه الصعوبه، نشرح بعد الاي اي الصعوبه بتتقاس ازاي وهو يجنريت لي 100 سؤال 10 في كل ليفل. حد اشتغل في الكلام ده؟ ما حدش، مش كتير. ليه؟ عشان كله راح يعمل كاستمر سيرفيس، واللي هيطرقع مش الناحيه دي. خلاص الحته دي فلادد لدرجه انها بقت رخيصه كمان، والادوبشن وحش. يعني بص بقى، يعني مش بدي كل الخناقه دي، والادوبشن سيء كمان. يعني كام شات بوت انت اتكلمت معاه في اخر سنتين وكان كويس؟ كام واحد اتكلمت معاه ومش بني ادم بس كان حلو قوي؟ انت بتقعد تجري فيه لغايه لما توصل لبني ادم، يعني تبقى عايز تنجز لغايه لما عشان انا هو بقى انا من جوه الماركت بقول لك الادوبشن سيء جدا. من كل 200 300 شركه واحد بيركب مثلا. فالادوبشن كمان سيء، بس الكومبيتيشن رهيب. خلاص زحمه، سيبها بقى. في ناس تانية بتشتكي من حاجات تانية كتير.
ارجع بقى اجاوب السؤال الاولاني خالص، هو ال LLM ينفع يعمل ايه وما ينفعش ايه؟ بس قبل ما نجاوبه انا اعتقد احنا كلنا دلوقتي الايند على فكره هو بعد الديسربشن بلاش نتخدع في ايه، يعني بلاش نجري ورا ايه. طيب هو ال LLM ده لارج لانجويج موديل، فهو في الاصل هو في كل شيء هو مجرد smartness in the language way، هو مش general intelligence. يعني ايه؟ لان هو مش ذكي في كل حاجه. يعني كذا واحد شفت ناس يقول لك ايه، اصل احنا حاولنا نخليه يلعب جيم، اصل انا خليته يعمل مش عارف ايه. هو ممكن يعرف يعمل ده بس دي مش شغلته، فهو مش شاطر في ده. اي بروبلم هتعرف تحطها له in a language context هيعرف يتعامل معاه كويس. يعني هقول لكم حاجه تبدو كوميديه، how good is ChatGPT في الحساب؟ لا ده حمار. يعني هو انا مثلا لما طلبت منه مره على سبيل التستنج يعني يعمل لي ميزانيه لمشروع هتتكلف مثلا $100,000 فيها 30 عامل، طلع لي كده فاينانشال بتاع، او عامل لي جدول. بص بقى شكله ما حصلش، جدول بقى جميل وكاتب GPT 4 عشان قال لك 3 كان بيخرف ويحكي قصه الصحابه اللي فجروا نفسهم ومالناش دعوه بيهم دول. خلاص GPT 4 بقى العاقل الرزين الكبير المفاهم، عمل الجدول وحط الارقام ومجموعين وطالعين ايه 100,000 زي ما انا طلبت منه. كنت واخدهم على الاكسل طلعوا 170. قمت انا قلت له ايه ده غلط ايه يا ابني، انا قلت لك 100,000 التوتال ده مش 100,000. طبعا هو ايه ما شاء الله ياخد نوبل في الادب. ايوه انا اسف صح انت صح، انت عندك حق، انا دي عندي كفايه وقام مصلحهم وحط لي 170 تحت. في الديسربشن ما تجريش ورا التكنولوجي، دايما الديسربشن بص له من زاويه ان كان في بروبلم سيت ما كانش ليها حلول مناسبه، فكانت الناس مضطره تتعايش مع الموجود. فالديسربشن ده بغض النظر بشكله بامكانياته هو قدر يعمل ايه، انا هبدا اشوف هو فتح لي انهي مساحه من البروبلمز ان انا ينفع اروح اتارجتها بالتكنولوجي دي زي ما هي. لكن اول ما انا هبدا ابص انا ينفع اعمل تكنولوجي ازاي جوه اللي موجود واحسن التكنولوجي اللي موجوده وابني بلاتفورم للديفلوبرز يجوا. اول ما بسمع دي بعرف ان ده ما تبنيش بلاتفورم للديفلوبرز يجوا لو سمحت، عشان هم ما بيجوش الديفلوبرز مش هتيجي. فانا رايي افويد فكره ان انت تبني ايكو سيستم، ان انت تنهانس التكنولوجي، ان انت تشوف التكنولوجي ينفع تعمل ايه وتحاول تبيعه. كل دي خطوات شيطان فاجتنبوها. انت خلي برودكت مانجرز بنعمل استراتيجي. كنا زمان بنعمل استراتيجي 3 سنين 2 بقينا ما بقاش في الكلام ده، بقى اخرها 6 شهور يعني من كتر سرعه الحياه. فدلوقتي حتى 6 شهور يعني ازاي انا ابني استراتيجي وانا مش عارف بكره الصبح ايه اللي هيحصل. طيب هو طبعا انا مش شاطر قوي في البرودكت عشان احكم، بس هقول لكم انا بعمل ايه في شغلي انا. يعني هو انا دايما برضو ببقى بروبلم سنتريك في الاستراتيجي بتاعتي. يعني بخلي الاستراتيجي حوالين هي ايه المشاكل اللي انا بحلها، مش انا هحلها ازاي. لان المشاكل ما بتتغيرش بنفس سرعه الماركت. يعني السولوشنز شكلها بتغير والفيتشرز شكلها بتغير، تظل المشكله زي ما هي. يعني خلينا نقول ان في اخر 50 سنه في اخر 100 سنه في مشكله هروح الشغل ازاي وهرجع ازاي. كان بميكروباص بقى بأوتوبيس بقى بالمترو بقى بالطياره، ظهر اوبر، في طياره، في عربيه بتسوق نفسها. انا عايز اروح الشغل وارجع. هذه المشكله لم تختلف. فانا بفضل بروبلم سنتريك خصوصا مع الديسربشن. ايه المشاكل اللي انا بحلها، وكل ما الديسربشن بكره الصبح يتغير كل 2-3 اريفيزيت البروبلم بتاعتي واشوف طب شكل مشكلتي النهارده مع التغيير الجديد ده انا بقى ينفع احلها له ازاي. فحتى بفضل لما التكنولوجي بتتغير بسرعه والديسربشن عمال يعمل عربجه والناس عماله تتلخبط وتضيع، انا بفضل اتاتش لليوزر، اليوزر بيفضل اتاتش ليا، لان انا دايما بحل له مشكلته نفس مشكلته اللي هو جالي عشانها في اول مره. يعني انا مثلا هاخد مثال عشوائي كده. خلاص اوبر لما ظهرت هي بتحل مشكله ايه؟ ترانسبورتيشن، موضوع واضح. انا بقى بعد شويه ظهرت العربيه اللي بدون سواق.
ده ديسربشن للي بيحل مشكله السواقه ومركز على السواقه، عشان دي فيتشر السواقه دي، انا مركز على السواقه وفجاه بقت في عربيه بتسوق لنفسها، فانا لبست وانا كاوبر لبست وهعمل ايه في السواقين اللي عندي ويا نهار ازرق. لكن انا لو مركز على مشكله الترانسبورتيشن هسال نفسي سؤال، هي العربيه اللي بتسوق لوحدها دي تساعدني ازاي؟ ايه ده، دي تساعدني قوي، دي تساعدني جدا. انا لو عملت اوبر بعربيات من غير سواقين هشيل اصلا مشكله اللوجيستكس بتاعت السواقين. طب واليوزر شايف ايه؟ شايف انه بيطلب عربيه جات له عربيه، انا ما غيرتش حاجه. فانا هنا مركز على البروبلم، فالديسربشن ساعدني. اول ما ببقى ناحيه التكنولوجي الديسربشن بيلخبطني. طبعا انا النهارده عندي مجموعه بروبلمز واخترت واحده ان انا احلها، وغالبا الواحده دي انا عارف ان مفيش كومبيتيتورز هيحلوا نفس المشكله دي قريب، وان شات جي بي تي مش هيحل المشكله دي قريب. صحيت الصبح نزل شات جي بي تي 5 بيحل المشكله دي اللي انا مثلا بدات اشتغل عليها مثلا بقالي 3 شهور 4 شهور، فباظ اللي انا شغال عليه. طيب هو انا عندي قناعه تامه ان مفيش جنرال سولوشن بيعرف يكمبيت مع تailored سولوشن مهما اتحسن. ليه؟ هتلاقي شات جي بي تي ينفع يحلها لو اليوزر عمل 1 2 3 4 5 اللي هو مش عارفها، محتاج يذاكرها، انت عاملها له بزرار، لا مش هي. يعني دايما الجنرال بيربز سولوشن احنا اللي بنبقى شايفين انه هو ينفع يعمل دي. يعني انا هقول برضو مثلا مثال من الاي او تي. الديفايس بتاع الراسبري باي ده لما ظهر هو theoretically speaking ينفع يحول اي تلفزيون الى سمارت تي في ويستريم وتشار عليه يوتيوب، وانا شايفه موضوع سهل. بس هل سوق السمارت تي فيز ضرب؟ ما تاثرش اصلا. ليه بقى؟ لان الراسبري باي ده جنرال بيربز سولوشن يقدر يعمل دي، بس اليوزر عايز ايه؟ عايز البرودكت. يا عم انا عايز ادوس على الريموت كده تفتح. ما تقعدش تقول لي بقى هات دي وحطها ووصل، هات سلك مش عارف ماله. يا اسطى اعمل انت الحاجات دي وخد 5 جنيه وعايز ادوس على الزرار كده اشغل. خلاص. انا مثلا الناس لما طلع افهم هقول مثال مثلا تاني. نتفليكس لما طلع اول ما ظهر ناس كتير كانت شايفه انه طب ما في يوتيوب، فانا ليه ادفع في نتفليكس عشان ما فيش اعلانات؟ الناس اشتركت في نتفليكس في مصر عشان المسلسلات اللي على اليوتيوب حرام ومسروقه وهو عايز يدفع يعني رويالتي فيز. هل ده خالص صح؟ الناس اشتركت في نتفليكس ليه؟ يا عم انا بفتح الاقي المسلسلات كده تحت بعض، واما ادوس يشغل لي مكان ما وقفت الحلقه اللي عليها الدور، ما اقعدش ادور على الحلقه اللي بعديها. صح. الناس اشتركت في نتفليكس عشان دي. ما اشتركش في نتفليكس عشان هو بيعمل زي اليوتيوب، بس انا اليوتيوب بقى الاقي الحلقه ال 12 وبعدين ال 14 مش لاقي ال 13 اقعد ادور عليها انا والاكل بيرد. ايه القرف؟ هو الناس اشتركت في نتفليكس عشان دي. فده اكزامبل على ما اليوتيوب بيحل المشكله دي. لا هو ما حلهاش، هو يقدر يحلها. يعني انا بفوكس على مشكله محدده ودي الاكسبيرينس لليوزر اللي مخلياه الحل بتاعي مريح ليه وافوردبل، ولما تخش من اللابتوب هو يكتبها لك حاجه هايله. ده لا يبدو ثريت لشركه زي داش لين مثلا. عارفين داش لين؟ باسورد مانجر برضه ثريت طبعا. هل بقى لا بس داش لين يعني اشهر واحد اللي عليه يوزرز كتير. انا اول ما ابل نزلت البتاع ده قمت عامل ايه؟ انترفيو مع 4 ابل يوزرز انا عارفهم عندهم داش لين عشان اشوف كده بالشبه كده ايه كام واحد وقف بقى السبسكريبشن بتاع داش لين. كام واحد وقفه؟ لا ما وقفوش لان اوريدي الباسورد مسجله. لا ما هو ينفع تمايجريتها كمان. لا دي صعبه. طيب فمش دي المشكله. المشكله فين بقى؟ كام واحد وقفه؟ ولا واحد. ليه؟ لا هو مش واثق في ابل. مش معاك ابل سوليوشن وشغال. هل انت بتثقش في ابل؟ بس طيب انسى الابل يوزر ده اكتر يوزر بيثق. بيثق جدا. لا في سبب مهم جدا ان الناس اللي بتستخدم داش لين مش بس بتستخدمه عشان تشيل الباسورد، بتستخدمه عشان انا اعرف اشير معاك الباسورد. اوكي. فانا في الشركه دلوقتي عندي 7 موظفين، 2 ابل و4 اولاد بطه سودا، هشير معاهم ازاي؟
فمش كل الديسربشن هو ديسربشن فعلا. عشان كده انت امتى بتحس هو ديسربشن فعلا ولا لا؟ لما بتكون فاهم انت اليوزر بتاعك جالك ليه، مش جالك وخلاص، جالك ليه. وده ما بتعرفوش غير لما تفهم مشكلته، مش لما تلاقيه. ليه انا طول عمري مثلا ما بحبش التليفون الابل، وكنت طول عمري بشتري ال جي بقالي مثلا 12 سنه، ولا زال لغايه النهارده انا شايف ان التليفون ال جي احسن من التليفون الابل، وان هم سابقين ب5 6 سنين. انا ليه ما بحبش الابل وبحب ال جي؟ وليه ال جي قفلوا فلسوا وابل بيبيع وشغال؟ انا نفسي اعرف ليه والله. ده انا ممكن اعملها. الخناقه دي من زمان. لا انا يعني انا طبعا ذاكرت الموضوع كويس، لان انا كنت عايز افهم، لان برضو في نقطه مهمه، كوني بحبهم معناها ان انا ممكن اعمل زيهم. فانا محتاج افهم هو فلس ليه. ممكن لو في وقت اجاوب يعني السؤال ده، بس خلينا ناخد الاكزامبل المهم. يعني ال جي عنده كل التكنولوجيا العظيمه والادفانسد وكل حاجه في الدنيا. التليفون الابل بينزل التليفون شبه اللي قبله، كل تليفون شبه اللي قبله، الاوبريتنج سيستم شبه اللي قبله، خلاص. لدرجه ان انا جات لي شوك. انا عمري ما كنت بسمع الانونسمنتس بتاعت ابل، انا دلوقتي بقيت بقعد زي الكلب اسمعها عشان انا عايز اذاكر الناس دي بتفكر ازاي. فانا فوجئت، مش فاكر الايفنت اللي فات ولا اللي قبله، ان الراجل طلع قال اناونسمنت وقامت الناس كلها مسقفه، وانا جات لي شوك ان ده ما كانش موجود قبل كده. اللي هو ايه بقى؟ قال لك انت دلوقتي ينفع تحرك الابلكيشنز على الهوم سكرين، ترصهم انت. والناس ايه؟ وانا هو انتوا من ساعتها ما بتعرفوش تحركوها؟ بس ده بيفسر انه يعني انا دلوقتي كاتب كده دوكيومنت لنفسي هم بيفكروا ازاي، وكل ما ياخدوا قرار ارجع اراجع الحاجات دي واشوف كده كسروا منها حاجه، عشان هي دي الاستراتيجي اللي انا لما اجي اشتغل. فلقيت ان هم شغالين صح زي الخطه. اللي هو ايه بقى؟ هو بيبقى عايز يشيل من على اليوزر عناء ان هو يخلي شكلها كويس، او انه يعملها زي ما هو عايز. ليه؟ ما هو اصل مش كل اليوزر بيعرف يظبطها زي ما هو عايز، ويفضل مش عارف يظبطها. يعني يرسمهم كده ويطلع شكلهم وحش، ويغيروا في شكلهم وحش برضه، وبعدين يعمل كده ويتوه فيهم. فبص انا هعمل الريسيرش بتاعي وارسهم لك رصه، عادك احفظها بقى كده وما تعملش حاجه. فبعد شويه الابل يوزر اما يمسك الاندرويد ويقول له رصهم، يحسوا طب ما هم كانوا مرصوصين رصه كويسه، انت ليه بتشغلني؟ ما انا كنت بفتح واعمل بسرعه. فهو هنا ركز على ايه؟ انا ركزت ان انا هخليك تستخدم التليفون الابل ده كما لو انه اسهل حاجه في الدنيا. طب انت لما بتروح تعزل من مكان لمكان، او تغير شغلك، او تغير عربيتك، ايه اكبر بين؟ التشينج مانجمنت بتاع دي كانت هنا بقت هنا لا باشا انا هديك تليفون اخوه واخو شبه اللي فات، كل حاجه انت عارفها هي زي ما هي. فانت ما تشيلش هم تغير التليفون. بس هو باصص من حته تانية خالص، هو بيلعب من حته من انجل مختلفه. طب الانجل دي شغاله؟ طيب انا ما كنتش مقتنع ان ده منطقي لغايه ما حصل حاجه كوميديه جدا. من اول سامسونج الاس 21، سامسونج عملت ايه؟ عملت زي ابل. 22 شبه 21، 23 شبه 22، 24 مبيعاتهم زادت اول ما عملوا كده. فطبعا انا عندي ذهول، ما هو انت ليه اصلا تروح تشتري بنطلون شبه اللي انت لابسه بس مش مقطع؟ يعني ما تشتري واحد تاني. لا، ما هو عشان انا ده عارفه عارف بدوس فين وانا عارف استخدمه ازاي، وما تقعدش تغير بقى التليفون فاقعد تشرح لي من الاول. فدي ناس فهمت الكونسيومر بيهيفير. في نقطه بقى مهمه، ليه انا مش عاجبني؟ ما هو ابل لما بيجي بيدور عارفين الجاوسن ديستريبيوشن، هو بيدور على الشويه اللي في النص دول. عاده الشخص اللي بينوفيت وبيالف وبيكرييت ده مش الماجوريتي، دي الاطراف. مش عايزك اصلا، وروح بقى اشتري من ال جي. يعني انا اصلا انت اقعد اشتكي وانا سامعك على فكره، مش هعملها لك برضو عشان انتوا مش كتير. ودي نقطه مهمه قوي وانت بتعمل البرودكت. حضرتك غالبا البرودكت اللي انت هتعمله غالبا مش هيعجبك انت، مش مهم. دي اتعلمتها متاخر انا دي لبستني في الحيط. يعني انا لما يجي حد يقترح عليا تعملها كده ببقى انا يعني ليه اصلا حد يعمل كده؟ لا، هو في ناس كتير بتعمل كده مش انت،
فانت اعملها بقى زي ما انت عايز ليك انت، بس هو الميجوريتي مش كده. طب انا هقول لك حاجه بولد ستيتمنت ودوري وراها، ماشي؟ انا عايزك تدوري على اي حاجه فيتشر لما ابل نزلوها كانوا اول ناس. ايه الايكون على البوينتر والويندوز مش كانوش اول ناس يعملوه، مش هم اول ناس عملوا الماوس. المفروض ان اصلا ويندوز اخذت من ابل. هم الاثنين سارقينها من اتش بي ولا من زيروكس او زيروكس حاجه كده، صح زيروكس. تاريخهم كله مفهومش ولا حاجه هم عملوها اول حاجه. مش احسن اول تليفون التاتش بتاعه كويس كان الايفون، عشان التاتش بتاعه كان كاباسيتيف سكرين. الكاباسيتيف سكرين دي ال جي تكنولوجي اصلا، واول تليفون كاباسيتيف ال جي اللي عاملاه. في حلقه جميله قوي عاملها MKBHD بيتكلم على هي يعني الصناعه خسرت ايه بخروج ال جي. انت هتتصدم كام حاجه في الماركت النهارده ال جي هي كانت اول حاجه تعمله. ابل بقى كانت بتعمل ايه؟ ال جي كانت بتكسبلور، صح؟ سيبه بقى يا معلم، ده الماشين جن بقى، طخ 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 طخ، سيبه بقى يهبل ويخسر. خلاص الحاجه اللي تعجب الناس احنا ناخدها نحطها في باكج. استنى بقى سنتين ثلاثه كده لما نتاكد ان يعني مين اول ناس عملوا تليفون. يعني عشان الدعايه؟ لا، عشان هم دايما تليفوناتهم انت محتاجه تذاكريها packed of a lot of features. فاللي زيي مبسوط. انا اروح اشتري التليفون ال جي، انت لازم تابجريد اليوزر واحده واحده. يعني مثلا التليفونات النهارده انت بتخبط عليها تفتح، صح؟ كله. طب النوك نوك ده طلع سنه 2013 في تليفون اسمه الجي 2 اللي جي كانت عاملاه. كان هم فيري ايرلي، هو اللي عمل خبط للتليفون دي، محدش كانش فيه. عجبت الناس بقى، قامت ابل بقى نزلتها مثلا بعدها ب4 سنين والناس تسقف. الله هم حتى بيستخدموا جمله تحس ان هو ايه الشيطان يتحدث بجد. دايما يقول لك ايه this iPhone is the fastest iPhone ever. كومبيت مع مين كده اهو؟ مع الايفون اللي قبله. الايفون اللي قبله. ايه الجمله دي؟ انت عملت ايه؟ عملت ايه يعني؟ لا بس انا بكلمك حتى على الجمله دي بالذات. ده اسرع ايفون في ايوه، ما انت لوحدك اللي بتعمل ايفون، ان هو اسرع واحد دي مش ميزه، بس هو بيقول كده كل مره. خلاص فهي دي اللعبه. مش المهم انت تانوفيت. ابل شطارتها ان هي مركزه قوي هو اليوزر بيعمل ايه. ناس قد ايه اتخنقت واعترضت وشال وحط واتنكت وعمل ان ابل شالت ال 3.5 كونكتور بتاع السماعه. كل الناس اشتكت منهم MKBHD نفسه الريفيور الفظيع اعترض. طيب وطلع ان هو الكونسيومر بيهيفير ان كله بقى شغال بلوتوث. مين معاه سماعه بسلك النهارده؟ حتى لو تليفونه فيه. ما هو اصلا الكونسيومر بقى مش عايزها. نفس القصه على فكره ابل عملتها لما قلبوا الماك كله تايب سي. الناس كلها اعترضت. طب هي كل حاجه تايب سي دلوقتي. الناس بقى بتشوفها ازاي؟ اصل هي الناس مشيت ورا ابل. لا، هو الناس ما مشيتش ورا ابل، هي ابل ماشيه ورا اليوزر. الناس مش الدنيا ما مشيتش ورا ابل ولا حاجه. يعني مش عشان ابل قررت تعمل تايب سي فالناس راحت تايب سي، لا، هو الاندستري رايح الناحيه دي عشان اليوزر رايح الناحيه دي فهو راح الناحيه دي. يعني اليوزر كان بيستخدم بلوتوث هيدفونز قبل ما يشيلوا 3.5. ايوه، كان هو مثلا لقى ان 60-70% من اليوزرز ما بيركبش حاجه في طب هو عرف منين؟ الاو اس بقى بيطلع بريبورت. هو الاو اس بتاعه هو يقدر يعرف كام واحد ركب سماعه امتى. فانا لما الناس بتقابل حضرتك كده رايك في موضوع النضاره بتاعتهم. طيب بص، انا شايف ان النضاره بتاعتهم دي ده سؤال جميل. يعني النضاره بتاعتهم مش معموله للكونسيومر اصلا، بس الناس مش واخده بالها. يعني هي معموله للاستوديوز وهو قاصد يعمل كده. هو اصلا مش عايز الاند كونسيومر يشتريها. يعني السعر الغالي قوي ده
مش بالصدفه، ما هو حاطط فيها كميه سنسورز رافعه سعرها. هل هو عبيط يعني ابل؟ طب تعالى نسال سؤال تاني، هو ابل ما بيعملش حاجه رخيصه؟ مش هو بيعمل الايفون اس اي دلوقتي رخيص؟ طب هو ليه ما عملش منها واحده رخيصه؟ هيعمل صح؟ نازل دي ال ادابترز عشان يشتروا. هو منزل دي للاستوديوز الاول يعملوا كونتنت. انا مش عايز اليوزر يجي ما يلاقيش كونتنت. صح دي للكرييتورز يعني. انا عايز دي للاستوديوز والجيم ديفلوبرز الاول بس. وهم دول اللي اشتروا فعلا. صح، عشان بقى لاي استوديو ديفايس بتاع $3000 ده رخيص قوي. لما الكونتنت بقى يبقى كويس اعمل لك بقى نضاره ب $500 ب $1000. تدخل بقى ما تقوليش هنعمل بيها ايه، ما تسالنيش بقى السؤال ده. النيدز كده، ايه النيدز خلاص بقت عندك. ما هي اي ايكو سيستم بتعوز واحد يجي قبل التاني، صح؟ فانا محتاج افكر كده، هو مين اللي المفروض يجي الاول؟ يعني في اوبر اجيب السواق الاول ولا اجيب الراكب الاول؟ طب ما السواق بينزل يلف ما يلاقيش ركاب بيمشي. اوبر اول ما نزلت كانت بتدفع للناس على اللفه في الشوارع، على السواقين، لف في الشارع تاخد، جالك ما جالكش هتلف. ليه؟ عشان بعد شويه هيبقى عندي كفرج شكله صح، فاطلع اقول للناس نزل اوبر هجيب لك سواق انا متاكد. فهو نفس القصه، النضاره بتاعت ابل بتلعب اللعبه دي. طبعا يعني هو مثلا اما هو عمل النضاره دي عامل حركه ابل من اللي انا ما بحبهاش كيوزر بس صايعه جدا كبرودكت استراتيجي، ان هو عمل لك تكنيك لعمايل الكونتنت ده ما بيشتغلش غير عنده. فالكونتنت الكتير الجميل اللي هيطلع ده اللي ما حصلش عشان البتاعه فيها سنسورز فظيعه، فانت هتعمل كونتنت رهيب مش هيشتغل غير عنده. فحضرتك حتى لو انا بعد كده عملت نضاره ب $1000 والكومبيتيتور عرف يعمل اختها ب 600 ما حدش هيشتريها برضه، عشان هيدخل يلاقي الدنيا فاضيه جوه. فهيمص دمك انت بقى بعد كده عشان انت مش لاقي الناحيه الثانيه حاجه. فالصين مثلا، انا شخصيا بحب استراتيجيات الصين جدا الفتره دي، بيلعبوا بره الخطه. الصين عملوا ايه؟ عملوا نضاره خساره مش معايا، انا جبت من واحد $300، عباره عن نضاره شمس رفيعه جدا وزنها 80 جرام. يعني لو انا لابسها محدش هيعرف ان دي اصلا نضاره في ار، لا كبيره نضاره، وبيركب فيها اللينس البريسكريبشن. يعني انا مركب فيها النضاره عدسات مقاسي، فانا ينفع اسوق بيها العربيه اصلا، اقفلها خالص واسوق بيها العربيه. هي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن تلفزيون، هتوصلها تايب سي تعرض اللي انت هتوصله بقى، انا ماليش دعوه. فما تقوليش انا الكونتنت فين، اللي هتوصل عنده بقى اساله في الكونتنت بتاعه فين. ليه؟ هو بيحب يبيع هاردوير. طلعني من الخناقه دي. الصين طول عمره انا هعد في الاخر بعنا كام نضاره، انا عايز اشتغل كده. فهو اشتغل صح برضه. فانت اللي بتحط الاستراتيجي لنفسك، انت ما ينفعش تحط استراتيجي شبه بتاعت ابل، بس ينفع تتعلم منه هو بيلعب ازاي. انا امتى ابتديت اذاكر ابل؟ ايه التريجر بتاعي؟ التريجر بتاعي لما كنت بتفرج على الريفينيوز بتاعت البرودكتس، وطلعت لقيت ان الايربودز بس مش ابل في سنه من السنين كانت كسبانه اكتر من انفيديا كلها، واكتر من اوبر، واكتر من تويتر، واكتر من اوراكل، واكتر من سبوتيفاي. الايربودز بس، سماعات بس، ما بتكلمش انا على بقيه ابل كلها، انا بتكلم على السماعات فقط. ليه بقى الايربودز باعت كده كتير بقى؟ اشمعنى يعني؟ حد فكر ليه يعني؟ ليه اشمعنى يعني؟ سماعات بلوتوث كان في زيها 500 واحده، اشمعنى بقى دي عملت هذه المبيعات الخرافيه؟ ما كلهم كانوا شغالين، لا هو عمل حاجه واحده بس هي اللي عملت دي. لا مش هم اللي بدأوا، مفيش اي حاجه ابل بداتها بس نتفق على مفيش اي حاجه ابل عملتها الاول. لا
خالص. عشان بتكونكت دي كانت على بتبوظ، بسهولة. دي كانت بتبوظ وبتضيع وبتبوظ بسرعه هو حل مشكله واحده بس. حضرتك لما كنت بتبقى لابس سماعه خلاص، لا حضرتك كنت بتبقى لابس سماعه وموصلها في التليفون، موصلها في التابلت خلاص، وبعدين جالك مكالمه، بتعمل ايه؟ تفك السلك تحطه كده. فين دي في البلوتوث بقى؟ فين بقى الحركه دي؟ فين بقى؟ فده اللي كان بيقرف الناس في السماعه البلوتوث. روح بقى فكها من هنا واعمل لها بيرنج هنا، يكون مكالمه راحت. لا حضرتك البسها واما التليفون يرن رد، مالكش دعوه. الله، بس ده دغدغ الدنيا. بس ولا كان عنده نويز كانسلنج ولا هو هنا عمل ايه؟ هرجع لنفس اللي انا بقوله من ساعه ما جيت. هو هنا فهم البروبلم فين. انت عارف ان كل الاناليسز، انا راجل بتاع بلعب مزيكا بقى لي 20 25 سنه، فانا ودني يعني تديني سماعه كده اتذوق خلاص الصوت. فدول بيسموهم اوديو فايلز، الناس اللي هي غاويه صوت دي. هات اي ريفيو بتاع واحد عامل اناليسيز للسماعه الابل يقول لك ان هي افريج ساوند كواليتي. تخيل افريج ساوند كواليتي، يعني تسمع فيها مزيكا او كده افريج ساوند كواليتي. في سماعات صيني صوتها انضف منها. الله، يعني صوتها وحش وغاليه، كانت غاليه جدا مقارنه ببقيه السماعات، وباعت اكتر من اي حاجه في الكوكب. ده يقول لك ما تعملش سماعه شكلها حلو. طب هي كان شكلها ايه السماعه دي؟ كويس. سماعه بيضه نازل منها عصايه، لا يعني مفيش حتى ديزاين شكله فيوتشرستيك يعني هو عمل سماعه، ما عملش ديزاين حلو مستخبي طالع، ما عملش حاجه خالص. عمل سماعه عاديه خالص غاليه لونها ابيض بلاستيك، صح؟ عمل اي حاجه غير اللي انا بقوله ده؟ ما عملش اي حاجه. سماعه بلوتوث صوتها عادي بلاستيك بيضه، في حاجه عليها اللوجو بريميتيف اكتر من كده؟ هو ليه بيبيع؟ عشان هو عمل السماعه دي تارجتنج مشكله محدده ناس كتيره متضايقه منها بس. فهي دي النقطه اللي ترجعني دايما وانت بتعمل البرودكت، كل ما هتبقى بروبلم سنتريك اليوزر هيستحمل. انا في مثال بحبه قوي قوي في الحته دي، الكندل. الكندل ده لو اديته لاي انجينير يعمل له تيستنج مش هيكلمك يقول لك وحش، هو ارميه في الزباله. حد استخدم الكندل بتاع امازون؟ طيب الكندل ده للناس اللي ما استخدمتوش، هو عشان تقرا عليه شاشه كانه تابلت. هذا التابلت بطيء جدا، بطء يعني ما حصلش في التاريخ خلاص. التاتش بتاعه سيء للغايه، يعني انت لما هتدوس في حته هو بالشبه كده يدوس هناك، مش بيدوس بالظبط يعني خلاص. بطيء جدا لما تيجي مثلا تقلب الصفحه، ومش بس بقى بطيء، ده كمان عنده يعني كورابتيف اندكس. يعني انت لما تعمل الصفحه كده مش مثلا بتسلايد، لا هو يقوم مشخبط في الشاشه كتير كده وبعدين جايب لك الصفحه الجديده، عشان ده ليميتيشن في السكرين تكنولوجي في الاي انك. في اي ميزه؟ مدغدغ الدنيا الكيندل باللي انا قلته ده، مبهدل الدنيا مبيعات. ليه؟ ايه البروبلم اللي الكيندل بيحلها؟ مريح للعين دي بلس على فكره. لا هو طبعا مريح للعين، الاي انك مريح للعين، بس مش هو ده السبب. السبب حاجتين. انا وانا بقرا مش عايز حاجه تانتربتني، يعني ماسك الموبايل وقاعد اقرا وبعدين انت متصل بيا يجي لي نوتيفيكيشن واتساب ويجي لي مش عارف ايه. دي مشكله رقم واحد، بس دي المشكله الفرعيه، لان انا ممكن اعمل ايه؟ اقفل دون ديستيرب شويه، صح؟ هحط الموبايل بعيد، ما انا لو جايب كتاب حطيت الموبايل بعيد كاني عامل دون ديستيرب. اذا مش ده البين، ده نايس تو هاف. فين بقى البين؟ حضرتك لو قريت 4-5 ساعات موبايلك هيفصل. فما ينفعش اروح اقعد على البحر واقعد اقرا وبعدين موبايل يفصل. يبقى هي في مشكله هنا في البطاريه. كندل بيتشحن كل شهرين بس. ديفايس هتقرا عليه تشحنه كل شهرين. هتفتحه، شفت الاكسبيرينس بتاعت نتفليكس؟ اما تدوس هتفتحه تلاقي الكتب، تدوس على الكتاب يفتح لك مكان ما وقفت. بيعمل ايه تاني؟ ما بيعملش اي حاجه تاني، ما بيعملش اي حاجه تانيه خالص. ما عندوش بلوتوث عشان تسمع فيه مزيكا، ما عندوش مش عارف ايه عشان تخش اونلاين، ما فيهوش ما بيعملش اي حاجه. طب بيبيع بهبل.
خش كده دور على مبيعات الكندل عامله ازاي. ليه؟ برودكت مركز على البروبلم واي حاجه تانية يعملها وحش. بالمناسبه الكندل اصلا شاشته ابيض واسود، يعني مش بس بطيئه وبتتنحكش وهو ابيض واسود. شوف ازاي، وبيبيع كتير. امازون بعد فتره عملت حاجه اسمها كندل فاير. اوريك بقى لما الشركات تالف. كندل فاير ده تابلت اندرويد بيزد، شاشته ملونه سريع جميل منور ملون، محدش حبه خالص، محدش يشتري، عشان ده دخل يكمبيت مع التابلتس العاديه. هو في انجل هنا برضو ان الكندل ده بيرفلكت عليك، يعني انا لما امسكه بيرفلكت عليا صوره ان انا الشخص المثقف اللي بقرا. لا ده دي حصلت بعدين، مش هو بيبدا. البرودكت ريليز اول كندل نزل. ليه الناس اشتريته؟ عشان انا هشحنه كل شهرين 3. ما كانش فيه كده. ما هو دي طفره الالترا لو باور اللي كنت بتكلم عليها. ما هو الاي انك سكرين كانت الكاتاليست بتاع السكرينز في الالترا لو باور. الاي انك يا جماعه بتستهلك طاقه عشان تغير المعروض عليها، ما بتستهلكش طاقه عشان تفضل عارضه. خلاص، يعني هو اي انك ليه؟ انت عندك بيكسلز بتعرف تحركهم. البيكسل دي انت شايفها ناتشورال زي الحبر، مفيش لمبه منوره. يعني الكندل بيجي فيه ليدز. يعني انا الكندل بتاعي كان في حاجه زي الاباجوره كده بفتحها تقوم عامله نور على الكندل، فانت بتعوز تقرا في النور. فانت ما بتحرك البيكسلز دي بتكونسيوم انرجي. بعد ما ترسم حاجه افصل الكهرباء عن الجهاز ده، هيفضل عارض نفس الحاجه. فطول ما انت ما غيرتش حاجه انت بتكونسيوم كام؟ 0. فده الالترا لو باور سكرين. امازون عمل ايه؟ تعالى ناخد المثال اللطيف ده. امازون بيعمل ايه؟ امازون طول عمره كان بيبيع كتب قبل ما يبقى بتاع كل حاجه. اما طلع الالترا لو باور في 2012 2013 ما راحش بقى عمل هو تراكر اهو اللي الناس كلها عملته. كل الناس كانت بتعمل تراكنج. هو سأل نفسه سؤال محدد: ايه المشاكل اللي عندي اللي الالترا لو باور يحلها؟ فطلعت ايه اكبر مشكله في الكتب؟ بص انا النهارده هريتكم بروبلمز، بس هو انا ده اللي انا عايز اقوله. ايه اكبر مشكله في بيع الكتب؟ الستورج اريا مثلا. لا ده ما بياخدش ستورج، ده عند اليوزر. بس اليوزر بيحب يبقى عنده مكتبه كده ويحط فيها الكتب وبتاع. ان اليوزر يتحرك بيها دي مشكله رفيعه. بتوير ماشي، بس انا بحب الكتاب يبقى قديم كده ويعني الشحن. انت ممكن تشتري كتاب ب$20 وتشحنه لك ب$50 عشان الكتاب كبير وتقيل. دي مشكله صح؟ طب الكتاب طباعته ب$20 دي فلوس خدتها المطبعه مش امازون، وشحنه ب$50 ده خدها فيديكس. انا فين؟ انا واخد $5 صح؟ مدي منها 3 للمؤلف وانا خدت 2. طب انا لو شلت المطبعه والشيبينج هيحصل ايه؟ انا هنا بفكر فين؟ في البروبلم. اشيلهم ازاي المطبعه والشيبينج؟ ان انا ابيعهم ديجيتال. طب هي ليه الناس ما بتشتريش الكتب ديجيتال وتقراها مع الموبايل؟ بص انا كل ده ما بفكرش في التكنولوجي، انا كل ده عمال ماشي ايه؟ تريسنج ذا بروبلم. والله اصل الناس بتقرا وبينتربتهم وموبايله بيفصل طب ما تعمل له حاجه ما بتفصلش نحط عليها الكتب. الالترا لو باور هي يحلها. الكندل ده ما طلعش ان الناس قاعده تفكر تعمل برودكت ايه، ده سؤال غلط اصلا. انت لازم تمشي في الباث بتاع البروبلم ده، هو ده الباث اللي بيكسب. فعشان كده امازون كندل ده نجح جدا جدا. انا عايز اقول لك ان في ناس كتيره عملت اي ريدرز بعد كده احلى من بتاعت امازون، بس لا زال امازون احلى اكتر حاجه الناس بتشتريها. ليه بقى؟
الفترة اللي بيقعد فيها لا ما هو التانيين بيقعدوا اكتر واحلى واجمل واسرع واشيك، عشان بيشتروا من عليه كتاب من على عشان انا بعرف اشتري الكتاب وينزل فيه. التاني بقى انت روح اشتريه وشوف هتحطه هناك ازاي، وتشتريه وتحطه ما يفتحش، والبس بقى انت البس مشاكلك بقى بعيد عني. انت بتخش تشتري الكتاب من امازون من على الموقع، تفتح كندل تلاقيه نفس فكره ادوس على الزرار. اليوزر يا جماعه كسول جدا جدا جدا، حلله مشكلته بشياكه هيفضل يدفع لك لغايه ما يموت. امازون بقى طلعت النهارده وقامت عامله قال لك طب انا عندي كندل وعندي كتب. نتفليكس هو انت بتدفع، جوجل اما عملت جوجل موفيز كنت انت بتدفع كل ما تتفرج، تأجر البتاع ده وتتفرج عليه. نتفليكس انت لما تتفرج على حاجه بتدفع؟ بتدفع عشان لا بس تدفع مره في الشهر، اتفرجت كتير قليل نفس الحاجه. اما امازون قال لك ايه؟ نعم. طب ما فكره، سبسكريبشن موديل. ادفع واقرا بقى زي ما انت عايز. هتعملها ازاي بقى وانت ما كانش عندك كندل عند الناس؟ هنقعد هتقعد تستعير بقى الكتاب واشحنه له ويرجعه لي واخد بطاقتك ونعمل كده؟ فالكندل ده ظهر اوت اوف بيج بروبلم كانت موجوده، ما طلعش عشان هو فكره حلوه. فالنهارده انا رايي if you spend 60-70% of your investment studying the problem, you have higher likelihood of success للبرودكت. هنقعد بقى برين ستورم نعمل بقى ايه رايك نعمل خاص طب ايه رايك ده سوري ده رزع، ده مش اللي هو البرين ستورمينج سيشنز بتاعه النيو فيتشر دي، ده رزع وربنا يوفقنا يعني ان شاء الله. يمكن ترشق. ده LG اديهم تليفون بشاشتين. انا اشتريته الوينج اللي بيلف ده احلى برودكت اشتريته في حياتي، بس عشان انا ادفانسد يوزرز فانا عملت بيه بلاوي. اليوزر العادي حس ان ده كومبليكيشن وموبايل تقيل لغايه النهارده. اتفضل. بمناسبه امازون ليه عملت امازون برايم؟ ان هي بتكمبيت مع حد اوريدي عامل نفس الحاجه بنفس الحل من غير ما تقدم اي حاجه جديده. اللي هو ايه؟ اللي هو امازون انت قصدك امازون برايم بتاع الفيديو. كده بتكمبيت مع نتفليكس مباشره من غير ما تعمل اي حاجه جديده. انا بحق سؤال حلو عجبني. طب انا هقول لك على حاجه مفاجاه. هو وي عمل ايه جديد؟ طب خد ماركت شير؟ طب ايه انت معترض على ايه بقى؟ ايه السؤال؟ ليه الفكره يعني ماشي منطقي، بس هو المفروض انه لو هو هيفكر ينافس في حاجه جديده. طب هو عملش حاجه جديده وبايع برضه، يعمل حاجه جديده ليه؟ ليه بقى عشان عنده يوزر بيز. انا اصلا عندي يوزرز انا اصلا عندي ناس، هو انا رايح ادور في الشارع؟ هو عشان انت قلت في الاول كده، هو في الاول كان بيتكلم علينا احنا كناس صغيرين. انت ما عندكش يوزر بيز. لكن لما في الكبير كلام مختلف. صح، انت عندك يوزر بيز. اليوزر بيز بتاع امازون قد يكون اوريدي يوزر عند نتفليكس. ما هو ما يشتركوا ده. وايه المشكله؟ والله هقول لك على حاجه، في ناس بتمايجريت وفي ناس بتشترك في الاثنين. اشترك في الاثنين. وفي ناس بتنقب ما بيعجبهاش على ناس كتير شغاله واخده في ابل تي في وفي ديزني وفي امازون وفي. بس انا هقول لك على حاجه، فكره اليوزر بيز دي مهمه جدا. احنا لما هو كان بيسال على الميلز والكالندر، انا ليه اخترت رايه؟ عشان اليوزر بيز بتاعهم شبه اللي انت بتعمل له اليوزر، مش عشان رايه تعرف تعمله. الحته دي مهمه جدا، لان اللي عنده اليوزر بيز ده مش محتاج يقنع اليوزر بحاجه، هو اصلا بيجي. هو ليه طلعت فكره اون ذا ران في البنزينه؟ ليه؟ وطول عمره في محلات على الطريق، صح؟ ليه بقى اون ذا ران في البنزينه؟ انت اوريدي واقف. عشان هو التشالنج بتاع المحل خلاص، ان الراجل يشوفني، ان انا اشوفه والحق اقف قبل من غير ما اخبط حد، والاقي ركنه بقى عنده وقف وكده، صح؟ فهيوقفني ازاي هو بقى؟ طب ليه؟ ما هو في البنزينه حضرتك انا وقفت اصلا وركنت ونزلت من العربيه، ما هو ده اللي انا كنت عايزه، اعمل له بقى محل في الحته دي. كل دي ناس اشتغلت من البروبلم مش من الفيتشر. كل دي ناس. في ناس مثلا بتشتري ابل بس علشان خاطر يبانوا عليهم انهم اللابتوب ويبقى معاه
طيب ماشي، ده تفتكري كانت خطه ابل ولا ده سايد افكت؟ مش عارفه، انا كنت فاكره ان هم حطوا نفسهم في كاتيجوري معين، فبقى الناس عايزين ناس معينه هي بس دي كانت خطه ابل لغايه قبل 2015، لان من بعد 2015 في شركات كتير قوي بتبيع تليفوناتها اغلى من تليفون الابل. يعني هواوي عندها تليفونات اغلى من اغلى تليفون ابل عادي. بس ما عندهمش السمعه دي، السمعه ما هو ما بقاش فيه سمعه ان التليفون الابل غالي، لان اصلا في ابل رخيص. هي الحته دي اختفت، يعني النهارده الحته دي اختفت. في تليفون ابل ب $500 والتليفون السامسونج ب $2000 الفولد مثلا ب5 ابل. بس ستيل ابل بحسها يعني يعني سوشيال ستيتس شويه. هي دي عندنا في مصر بس لاننا متاخرين شويه. انا مش لامسها، يعني مش لامسها في حته، ممكن تكون لسه موجوده هنا، بس انا مش لامس ان التليفون الابل اصبح برستيج. لحد دلوقتي مهما انت ماسك سامسونج، حتى لو ماسكه سامسونج غالي ما حدش بيبص سامسونج زي الابل بصراحه. ما اعرفش، ممكن ده يكون، يعني انا ما اعرفش، ممكن يكون السوشيال ستيتس عشان فرق الدولار لما يجي ينزل هنا بعد جمارك وبعد شهر بيبقى سعره اغلى من اغلى اي حاجه. انت بتبقى ماسكه عشان تشوف اقوياء. هو حاجه استقرت في دماغ الناس، ممكن. محدش عمال يقارن ده بكام وده بكام. يعني انا يعني جايز، بس انا لا اعتقد، يعني اعتقد ان ابل عملت ده زمان، لان انا شفت في الاستراتيجي بتاعتهم ان هم كانوا بيختاروا اشكال البرودكت بتاعتهم مش بانها بشكلها حلو. هو كان بيركز ان يريكوجنايز ان دي ابل، مش مهم حلوه ولا وحشه. يعني هو لما عمل السماعه بيضه كان عشان كل السماعات لونها اسود، مش عشان الابيض حلو، عشان انت تعرف ان ده ابل. فهو ما كانش بيعمل حلو، عاملها بيضه وبلاستيك عادي بس عشان تشوفها كده من بعيد تعرف ان دي نفس القصه في اللابتوبس. هو اختار اللون اللي ما كانش حد عامله، مش عشان ده حلو، مش هو المنظر ده كده ما كانش موجود. لون الجراي ده باللابتوبات كانت سودا، يعني يعني الثينك باد كان لونه اسود، السونيز كانوا بيض. ما عملش ماك ابيض، هو عمل السماعه بيضه والماك رمادي. ليه؟ ما هو انا مش شبهكم بس وخلاص، يعني هو هي دي الخطه يعني. فهو بوزيشننج يعني. طب احنا خدنا من وقتك ايه؟ الساعه 9:30. انا يعني طولت عليك وانا رغاي جدا، لازم توقفني. في حد عنده سؤال اخير؟ ممكن سؤال سريع بس بالنسبه لحته اللي انا عرفت البروبلم وعرفت ان انا هعملها بالاي اي وكده. حته في التيمز بتاعت في تو تيمز عارفين الاي اي وفي ناس مش عارفه. طب لو التيم اللي معايا مش مالوش في الاي اي وكده، انيبل الناس دي ازاي؟ ولا اقول بقى اجيب حد تاني ولا؟ طيب هو عاده الشركات بتعمل زي ما الشركه بتاعت دبي دي عملت، بتروح تجيب حد يعني شركه هي اصلا عندها تيم بتاع اي اي، ويبقى جزء من الديل ان احنا هنتفق احنا عايزين نعمل ايه، يعني هاو تو ترانسفورم انتو اي اي خلاص، وهاو تو انيبل التيم. فهو لما بيجي انت ساعات يا اما بتجيبه انيبلمنت بس، يا اما بتجيبه انيبلمنت وكونسلتنسي وديفلوبمنت ومش عارف ايه. انا شخصيا ما بحبش الانيبلمنت بس. ليه؟ عشان انا ضد فكره انك تشتري تريننج عشان مش هتعرف تقيس الكي بي اي بتاعه. هيبعت لك راجل ياكل كيكه ويشرب شاي ويهزر مع الناس والناس تطلع تقول لك ده جامد جدا بس خلاص. انما هو لا، انت مطلوب منك بقى تعمل لي حاجه الكي بي اي بتاعها كذا، لما تشتغل بقى اشرح للناس، عشان هي لو ما اشتغلتش مش هدفع عليك اصلا. لان انت النهارده هتقابل كميه ناس بتدعي ان هم اي اي اكسبرتس كتير. يعني انا صراحه ما شفتش قبل ما انت تحط البوست، انا مش اي اي اكسبرت يا جماعه. انا مش اي اي اكسبرت، انا شغال في الاي اي بقالي مثلا 4-5 سنين من 2020. This is way far from being an expert. يعني انا ممكن احط دي على الاي اي او تي عشان بشتغل اي او تي من 2003. انا بقالي مثلا 23 سنه في الحته دي، فلما احط اكسبرت ممكن تعدي. فانت هتقابل ناس كتير النهارده عشان تبيع، هو بيحط ان هو اكسبرت عشان عملت ايه؟ انت اكسبرت من كلمه اكسبرت دي طبعا فانا عشان كده بخاف من حته الانيبلمنت، لان هو هيجي يبيع التريننج والانيبلمنت دي، وبعدين انت هتكتشف ان الناس
ما استفادش قوي يعني من اللي حصل يعني. فولو اب بقى ويهتم. لا هو انت مش هتلاقيه تاني بقى خلاص، هو روح ينيبل ناس تانية. يعني ما الانيبلمنت اللي بفلوس كتير اللي انت بتقوله ده مرمات، مش هتاكل عيش. طيب شكرا جزيلا. شكرا لكل الناس، واتمنى ان انا ما اكونش رغيت وزهقتكم عشان انا برغي كتير جدا لو ما حدش وقفني يعني. شكرا جزيلا. كمان عندي قناه يوتيوب وانا عندي قناه يوتيوب. القناه بتاعتي الكونتنت عليها قديم جدا يعني، بس ممكن نحطه للناس. ماشي، شكرا جزيلا.